فوز مهم جدا لريال مدريد خارج أرضه على ريال سوسيداد. صحيح أنه هذا الفوز وحسب تصريحات أنشيلوتي نفسه هو فوز غير مستحق، ولكنه بالنهاية فوز مهم جدا. وليش عم نقول انه مهم جدا؟ لان اولا هذا الفوز اجى بعد فتره التوقف الدولي، ثانيا هذا الفوز اجى بظل الغيابات والاصابات اللي عم يعاني منها خط وسط ريال مدريد، بيلينغهام، كامافينجا، تشاوميني، واخيرا ابراهيم دياز مثل ما شفتوا واللي انضم لقائمه المصابين، ولكن ولله الحمد اصابته بسيطه بالعضله الضامه اليمنى، والفحوصات الاوليه قدرت مده غياب دياز عن الملاعب لثلاث مباريات، اولها راح يكون امام شتوتغارت بدوري الابطال يوم الثلاثاء القادم. والحقيقه ما بعرف مسلسل الاصابات لايمتى رح يضل مستمر مع ريال مدريد، كل ما بنتفائل بعوده لاعب من الاصابه بنتفاجئ باصابه جديده، ولكن ومع ذلك ورغم الظروف اللي عم تمر بالفريق انك تقدر تفوز خارج ارضك وبعد فتره التوقف الدولي وبظل كميه الاصابات اللي عم بتعاني منها وعلى فريق محترم مثل ريال سوسيداد، فهذا امر بالتاكيد ما سهل ابدا. أول شيء طبعا ضروري أذكر نفسي وأذكركم بالدعاء لأهلنا بالشام والأراضي العربية المحتلة، ندعي لهم أن رب العالمين ينصرهم ويسدد رميهم ويشافي جرحاهم ويرحم موتاهم ويخفف عنهم، اللهم آمين. وطبعا ما في داعي أذكرك بالضغط على زر الإعجاب والاشتراك كنوع من الدعم لقناتنا، وخلونا نتابع مع فوز ريال مدريد على ريال سوسيداد في خامس مراحل الليغا الإسبانية. مثل ما حكينا بالمقدمة فهذا الفوز كان مهم جدا وضروري جدا لأنشيلوتي بهذا التوقيت بالذات، ولكن إذا بدنا نحكي عن المباراة فنيا فبالتأكيد سوسيداد كان هو الفريق الأفضل وباعتراف أنشيلوتي نفسه. سوسيداد كان أميز هجوميا، كان عم يقدر يطلع بالكرة أفضل من ريال مدريد، وبالتالي فرص سوسيداد كانت أوضح وأخطر. حتى دفاعيا سوسيداد كان منظم جدا وكان قادر يسكر ملعبه بشكل ممتاز، وكان قادر يغيب فينيسيوس ويحد من خطورته بشكل كامل. مشكلة ريال مدريد كانت بالعمق، وخاصة الرباعي روديغير، ميليتاو، مودريتش، فالفيردي، وكان واضح انه هذا الرباعي غير جاهز بنسبة 100%. روديغير وميليتاو راجعين من إصابة، فالفيردي عم يلعب مكان تشاوميني، مودريتش ما بعرف ليش عم يلعب أساسي رغم أنه واضح أنه بدنيا الرجل ما قادر يعطي، وبالتالي ظهرت الفراغات بعمق دفاع ريال مدريد واللي قدر ريال سوسيداد يتعامل معها بشكل ممتاز. لذلك أنا بشوف أنه سوء أداء رباعي العمق عند ريال مدريد هو اللي خلى الفريق يظهر بالشكل اللي شفناه، لأن ريال مدريد لا كان عم يعرف يغطي دفاعيا صح ولا كان قادر يبني الهجمة صح. الظهيرين مندي وكارفخال كانوا مقبولين، جولير كان جيد، فينيسيوس وروديغير راجعين من سفر طويل وخسارة مع منتخب البرازيل وبالتالي ما ظهروا مثل ما لازم، بعكس كيليان مبابي أفضل لاعب بالمباراة واللي بدأت تظهر إمكانياته ومهاراته، وبالتالي شفنا كيليان عم يقدم أفضل مباراة له هذا الموسم مع ريال مدريد. أنشيلوتي دخل المباراة بخطة 4-2-3-1 بحيث لعب فالفيردي مكان تشاوميني المصاب، أردا جولر لعب كصانع ألعاب مكان بيلينغهام، وابراهيم دياز مكان رودريغو، وربما اراد انشيلوتي الاستفاده من الحاله المعنويه العاليه عند ابراهيم دياز واللي راجع من فتره توقف دولي بعد ما سجل هدف الفوز لمنتخب المغرب، بعكس رودريغو اللي راجع من خساره مع منتخب البرازيل. ولكن مثل ما شفنا الامور ما كملت مع ابراهيم دياز وطلع بالدقيقه 25 مثل ما حكينا بسبب الاصابه. الشوط الاول كانت الافضليه فيه مطلقه لريال سوسيداد واللي كان ممكن ينهي هذا الشوط متقدم بهدفين، ولكن القائم والعارضه تصدوا للكرتين لينتهي الشوط الاول بالتعادل 0-0. بالشوط الثاني تحسن اداء ريال مدريد نسبيا وحصل على ضربه جزاء بعد ما لمست الكره اللي سددها جولير بيد لاعب سوسيداد، سجل من خلالها فينيسيوس هدف فريقه الاول بالدقيقه 58. وبعد ربع ساعه حصل الريال على ضربه جزاء ثاني بعد تدخل مدافع سوسيداد على قدم فينيسيوس، وهالمره سددها مبابي ليسجل الهدف الثاني لريال مدريد، وليرفع ريال مدريد رصيده بعد هذا الفوز ل 11 نقطة من 5 مباريات ويحتل المركز الثاني خلف برشلونة المتصدر واللي حيواجه اليوم فريق جيرونا. هذا كان كل شيء لليوم، شاركونا بتعليقاتكم كيف شفتوا أداء ريال مدريد وشو نقاط الضعف اللي لازم يتعامل معها كارلو أنشيلوتي. بدي أرجع أذكركم بالضغط على زر الإعجاب والاشتراك بالقناة، والسلام عليكم ورحمة الله.